عمرك شفت شخص بياكل طين؟ طباشير، شعر، صابون، ورق، ازاز، مسامير، دهان الحيطه، تلج بكميات كبيره. لو شفت الشخص ده، انا شفته طبعا كتير، اوعى تتنمر عليه، ساعده. ده مرض يا جماعه اسمه البايكا ديز اوردر، وده اضطراب سلوكي ونفسي بيخلي الشخص يشتهي وياكل حاجات اصلا غير صالحه للاكل. مين اللي ممكن يصاب بيه؟ الاطفال من سن 2 ل10 سنوات، الحوامل بسبب بعض التغيرات الغذائيه والهرمونيه، والاشخاص اللي عندهم توحد او تاخر ذهني، وكبار السن المصابين بالخرف. لو السلوك ده استمر اكتر من شهر بشكل متكرر، فده بيعتبر علامه مرضيه بوضوح. يا ترى ايه اسباب البايكا ديز اوردر؟ نقص في العناصر الغذائيه الاساسيه زي الحديد، زي الزنك. عوامل نفسيه زي اهمال عاطفي او توتر او غياب الاستقرار الاسري. اضطرابات عقليه او عصبيه زي التوحد والوسواس القهري والاعاقات الذهنيه. المرض ده خطير طبعا، مش عشان سلوك غريب، لكن في العواقب الصحيه اللي ممكن تكون كارثه، زي انسداد مثلا في الجهاز الهضمي. واحد بياكل حاجات غريبه بيحصل له انسداد في الجهاز الهضمي، فبيحتاج تدخل جراحي. بيحصل تسمم في المعادن زي الرصاص الموجود في البويه او في التراب. بيحصل سوء تغذيه لان الشخص مش بياخد العناصر الغذائيه. بيحصل تآكل في الاسنان وتسوس في الاسنان. بيشخص ازاي المرض ده؟ طبعا بنعمل تقييم طبي ونفسي شامل، بنعمل نسبة الحديد في الدم والزنك وصورة دم كاملة، بنتقابل طبعا مع الاهل، بنعمل سونار عشان نشوف الاجسام الغريبة اللي هو بلعها. طب ده علاجه ايه؟ غالبا بيكون مشترك ما بين اكتر من تخصص. اول حاجة علاج نفسي وسلوكي طبعا لتعديل السلوك بشكل تدريجي، وخصوصا مع الاطفال او الحالات المرتبطة بالتوحد. تاني حاجة علاج غذائي، اي نقص طبعا في الحديد او الزنك او الحاجات دي كلها تتعالج. دعم اسري لازم عشان نوفر بيئة مستقرة والطفل يعيش في هدوء وبدون تنمر او سخرية. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، سيب لنا رأيك لو شفت انت حالة بالطريقة دي. كان معكم دكتور محمد اليماني، قناة طبيب الأسرة، صحتك أمانة.